مش عارف ان كاين مشاريع جابت اول 10 ديال الكليان بلا ما صرفات حتى درهم في الاعلانات. واش كتعرف شنو هو اول سؤال كيسول اي واحد بغى يبدا مشروع؟ منين غادي يجيب الكليان؟ وبزاف ديال الناس كيسحاب ليهم ان جواب واحد اللي كاين اللي هو الاعلانات، بمعنى انك خاصك تطلق راس. كنقول خاصني نصرف على فيسبوك وعلى انستغرام وعلى جوجل باش الناس تعرفني. لكن واش عارف ان كاين مشاريع جابت اول 10 ديال الكليان بلا ما صرفات حتى درهم في الاعلانات؟ والاغرب من هذا الشيء كاين ناس كيصرفوا الاف الدراهم على الاعلانات وفي الاخير ما كيبيعوا حتى شي حاجه. اذا شنو هو السر؟ علاش كاين اللي كيجيب الكليان فابور وكاين اللي كيحرق فلوسه بلا نتيجه؟ في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تقدر تجيب اول كليان ديالك بلا اعلانات باستعمال طرق بسيطه ولكن كيستعملوها بزاف ديال الناس ناجحين. ولكن قبل ما نهضروا على هذه الطرق خاصك تعرف اكبر غلطه كيديرها اي مبتدئ وهي السبب اللي كيخليه ما كيبيع حتى شي حاجه. بزاف ديال الناس كيبداو مشروع كيصاوبوا اللوغو كيصنعوا الصفحه ديالهم كيطبعوا الكارطات وكيبقاو كيتسناو، ولكن كيتسناو شنو؟ كيتسناو الكليان يجيب بوحدو. والحقيقه هي ان الكليان ما كيعرفش اصلا انك موجود. هذه اول غلطه كيطيح فيها اي مبتدئ. كيدوز اسابيع وايام وكيحسن في المنتوج ديالو ولكن ما كيقضيش حتى واحد الساعه باش يقلب على اول كليان ديالو. تخيل معايا انك فتحتي محل وسط الصحراء، حتى اذا كان عندك احسن منتوج في العالم واش غادي يجي عندك شي واحد؟ اكيد لا. ونفس الشيء كيوقع في الاونلاين، كتصاوب واحد الصفحه وكتنشر جوج ديال التصاور من بعد كتقول الناس ما كتشريش. لا، المشكل ماشي في الناس، المشكل ان الناس ما عرفوكش اصلا واش كاين. اول كليان ما كيجيش بالزهر، كيجي لانك مشيتي قلبتي عليه. ولكن السؤال هو منين غادي نلقى اول كليان اذا ما بغيتش نصرف حتى شي درهم في الاعلانات؟ بزاف ديال الناس ملي كيبداو مشروع كيبقاو كيقلبوا على الاف ديال الكليانات، ولكن هذه غلطه. انت ما محتاجش 1000 كليان باش تبدا، انت محتاج واحد الكليان فقط، واول واحد غالبا كاين وسط الناس اللي كيعرفوك، دونك العائله، الصحاب، الزملاء ديالك، الجيران، ولا حتى الناس اللي متابعينك في السوشيال ميديا. ولكن رد البال، ماشي تمشي تبعث لهم رساله فيها شري عندي، هاد الطريقه غالبا ما غاديش تنجح. يعني بلاصه هذا الشيء وريهم القيمه ديال المنتوج اولا الخدمه ديالك. اذا كنتي كتبيع منتوج صور كيفاش كيحل مشكل حقيقي، ولا كنتي كتقدم خدمه وري مثال قبل وبعد وشارك نتيجه وصل لها شي واحد. الناس ما كيشروش المنتوج، كيشريو النتيجه اللي غادي تعطيهم هذا المنتوج. وكاينه حاجه اخرى كيغفل عليها بزاف ديال الناس، كيخافوا يهضروا على المشروع ديالهم حيت كيقولوا الا فشلت الناس غادي يضحكوا عليا. ولكن الحقيقه هي ان الصمت هو اكبر عدو لاي مشروع. الا ما عرف حتى واحد انك كتبيع كيفاش غادي تلقى اول كليان ديالك؟ ولا ما كانوش صحابك ولا العائله مهتمين ولا ما جبتيش حتى شي نتيجه منهم، شنو هي الخطوه المواليه خاصك دير؟ هذا هو اللي غنهضروا عليه في الجزء الجاي. ممكن ما لقيتيش اول زبون وسط الناس اللي كتعرف ماشي معناه ان ما كاينينش زبناء، معناها فقط انك كتقلب في المكان الغلط. بزاف ديال المبتدئين كيدخلوا السوشيال ميديا وكيبداو ينشروا بشكل عشوائي، تصويره اليوم، بوست غدا، بوست بعد سيمانه، ومن بعد كيسحاب لهم ان هادشي كافي. ولكن الحقيقه هي ان الناس ما كيشريوش من اول مره كيشوفوك، خاصهم يشوفوك اكثر من مره ويحسوا انك فاهم المجال ديالك وانك قادر تحل لهم مشكل حقيقي. مثلا الا كنتي كتبيع منتوج ما تنشرش غير التصويره ديالو، وري كيفاش كيتستعمل، شنو الفائده ديالو وشنو الفرق بينه وبين المنتوجات الاخرى. ولا كنتي كتبيع خدمه شارك نصائح مجانيه، امثله من الخدمه ديالك او نتائج وصلت ليها. كل منشور مفيد كديرو كيخلي الناس يبداو يثقوا فيك اكثر، والثقه هي اول خطوه قبل اي عمليه بيع. ولكن حتى درتي هذا الشيء كاين خطا واحد كيقتل فرصتك مع اول زبون وكيوقع فيه تقريبا كل مبتدئ. كاين خطا كيوقع فيه تقريبا اي واحد بدا مشروع جديد. من اول رساله كتوصلوا من عند شي واحد كيبدا يحاول يبيع، الزبون كيسول غير بشحال ومباشره كيكتب الثمن وكيتسنى الجواب، ومن بعد كيقول الزبون ما جاوبنيش. ولكن واش عمرك فكرتي علاش؟ حيت الزبون ما كانش باغي غير يعرف الثمن، كان باغي يعرف علاش يشري منك اصلا. قبل ما تبيع خاصك تفهم شنو هو المشكل ديال الزبون، سولو اسئله، خليه يهضر، فهم شنو محتاج، ومن بعد وريه كيفاش المنتوج ولا الخدمه ديالك غادي تساعدو. الناس ما كيشروش لان الثمن رخيص فقط، كيشرو ملي كيقتنعوا ان الحل ديالك يستحق الفلوس. وكاين سر اخر كيستعملوه الناس الناجحين، كيخلي الزبون هو اللي كيرجع لعندهم، ما كيحتاجوش يقنعوه بزاف. شنو هو هذا السر؟ دابا غادي نقول لك واحد الحاجه ممكن تبدل الطريقه اللي كتبيع بها كامله. الناس ما كيثقوش فيك حيت انت كتعرف راسك، كيثقوا فيك ملي كيشوفوا الدليل.
بزاف ديال الناس كيقولوا ان الخدمه ديالي هي الاحسن، المنتوج ديالي هو اللي كاين في هذا السوق كامل. ولكن اي واحد يقدر يقول هاد الهضره هادي. اللي كيقنع الزبون هو الاثبات، خصو دليل. اذا كان عندك زبون سابق وري الراي ديالو ليه. اذا خدمتي مع شي واحد شارك النتيجه ديالك. اذا مازال ما عندك حتى شي زبون قدم خدمه بسيطه لشخص واحد بثمن منخفض او حتى مجانا مقابل تقييم صادق. هاد التقييم يقدر يجيب لك زبناء اكثر من اي اعلان. ونشر المحتوى ديالك باستمرار، حاول تجاوب على الاسئله بسرعه وساعد الناس حتى الا ما شراوش منك دابا، حيت الثقه ما كتبناش في نهار واحد، كتبنى مع الوقت. ولكن السؤال هو الا طبقتي هادشي كامل شنو اول خطوه عمليه خاصك دير اليوم باش تجيب اول زبون؟ الا بغيتي اول زبون ديالك ما تبقاش كتفكر بزاف، تحرك. من بعد ما يسالي هذا الفيديو ما تمشيش تقلب على فيديو اخر، شد واحد الورقه وستيلو ولا حل الملاحظات في الهاتف ديالك وجاوب على هاد الاسئله الثلاثه. اول سؤال، شكون هو الشخص اللي عنده المشكل اللي انا نقدر نحل؟ ما تقولش اي واحد، حدد بالضبط شكون هو الزبون ديالك. ثاني سؤال، فين كيتواجد هذا الزبون؟ فيسبوك، انستغرام، في تيك توك، ولا حتى في الحومه ديالك؟ الا عرفتي فين كاين راه قطعتي نص ديال الطريق. ثالث سؤال، شنو اول قيمه تقدر تعطيك اليوم بلا ما تطلب منه يشري؟ نصيحه ولا فيديو قصير، تجربه، مثال، ولا حتى جواب على سؤال. ملي كتعاون الناس قبل ما تبيع لهم كتربح حاجه اهم من الفلوس، كتربح الثقه. والثقه هي اللي كتجيب اول زبون، واول زبون هو اللي كيفتح الباب للعاشر والعشرين والمية وهكذا. الا كنتي كتسنى الزبون يجي عندك ممكن من الممكن تبقى هكاك شهور، اما الا خرجتي تقلب عليه وتعاون الناس وتبين لهم القيمه ديالك فالنتائج غادي تبان. لذلك كانت الخطوات الاولى صغيره. في الاخر ديال هذا الفيديو الا كان خاصني نعطيك نصيحه واحده فقط فهي هذه: ما تحاولش تبيع، حاول تعاون. بزاف ديال الناس كيبداو اي حديث بهدف واحد، كيفاش نخلي هذا الشخص يشري مني. ولكن الناس كيحسوا بهذا الشيء هذا. اما ملي كتبدل السؤال كيفاش نقدر نحل ليه المشكل ديالو كلشي كيتبدل. ملي كتعاون الناس بصدق وكتجاوب على الاسئله ديالهم وكتقدم قيمه حقيقيه، الثقه كتبدا تبنى بوحدها. منين كيبغي هذا الشخص يشري شكون غادي يختار؟ غالبا الشخص اللي تاق فيه، ماشي اول واحد شاف عنده اعلان. وتذكر اول زبون هو الاصعب، اما من بعد كل زبون راضي يقدر يجيب لك زبون اخر، وكل توصيه تقدر تفتح لك باب جديد اخر. لهذا ما تخليش الهدف ديالك الوحيد هو البيع، خلي الهدف ديالك هو بناء الثقه، لان البيع كيوقع مره واحده، اما الثقه فكتقدر تجيب لك زبناء لسنوات. وفي الاخير بغيتك تجاوبني في التعليقات الا كان عندك مشروع دابا، شنو هو اكبر تحدي كاين بينك وبين اول زبون ديالك؟ يمكن السؤال ديالك هو موضوع الفيديو الجاي. ولا عجبك هذا الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاعجاب والاشتراك باش يوصلك كل جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.